القصة كتبدا مع شخص فاق من الناس ولقى راسو مسجون في غرفة على شكل مكعب. بدا يكتشف المكعب اللي فيه وعرف بلي الغرفة فيها 6 أبواب عبارة عن أبواب لست غرف مكعبات أخرى، وحل الباب من هذه الأبواب ونقص في غرفة من تلك المكعبات. لكن فجأة المكعب اللي نقص فيه كان عبارة عن فخ من شبكة من أسلاك حديد ماضية ضربات فيه وقطعته لقطع صغيرة. في نفس الوقت مكعب آخر، واحد الشخص سميتو كوينتون كان كينتقل ما بين المكعبات بشوية. لقى في المكعب شخص فاقد الوعي وعرف أن سميتو ديفيد حيث مكتوبة في حوايجو. حاول يفيق ولكن فجأة باب من أبواب المكعب فتح وخرجت منه واحد السيدة وبقات كتشوف كوينتون، لكن جدة ولاحة على الأرض وشك فيها هي اللي عملات فيهم هذا الشيء، وكان باغي يقتلها لكن كانت خايفة بحالهم. استنتج أنها مجرد سجينة بحالهم، طالبها ودنا ووعدها باش ما يأذيهاش. نفس الوقت عرف عليها، عرف على أنها دكتورة وسميتها هيلين. فجأة سمعوا شي بنت كتعيط عن طريق السمع، عرفوها فين كاينو في المكعب اللي فيه. فتحوا الباب ودخلوها، كانت شابة مراهقة سميتها ليفن، كانت مرعوبة ما عرفاش اللي كيحصل ليها. في نفس الوقت فتح باب في سقف المكعب اللي فيه، دخل عليهم شخص خامس سميتو رين. هيلين قالت لكوينتون علاش كتنقل بشوية وبحذر ما بين المكعبات، قال لها أنه اكتشف وجود فخاخ في بعض المكعبات. ليفن كانت كتسمع ومرعوبة من اللي كيحصل لها. شاف كوينتون أن نظارها طاحوا وهزهم وعطاهم ليها، هدنها وقال لها أنا بوليسي وما غاديش نخليك هنا حيت غادي نخرجك. وكلشي كان مرعوب باستثناء ديفيد اللي كان مهدن بحال كيعرف شي حاجة ومخبيها. مشات عنده الدكتورة هيلين طمأن عليه واكتشفت أنهم ضرب في راسه لكن كانت إصابة خفيفة. في نفس الوقت رين ما كانش مركز معاهم وفتح باب وجبد الحذاء ديالو ورماه في غرفة مكعب قبل ما يدخلها باش يتأكد واش فيها فخ ولا لا. وفجأة الغرفة تشعلت فيها العافية بسبب حذاء رين، وتأكدوا أن فيها فخ ناري ومستشعر حركة. كوينتون مشى للسما سولهم وقال لهم كيفاش دخلتوا لهنا، لكن حتى واحد فيهم ما عقلش كيفاش لقى راسو وسط المكعبات. قالوا ليه أنهم كانوا تيمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ولقاو راسهم هنا، كانوا ديما كيسمعوا شي حاجة كتحرك ما بينهم من وراء الغرفة اللي فيها هما. ما عرفوش شنو هذا مصدر الصوت. صرحت عليهم ليفن أنهم يبقاو في هذه الغرفة تسجل المساعدة وتنقذهم، لكن ديفيد قال لهم ما كاينش اللي ينقذكم. بدا كوينتون يفكر ويخمم أن المكان اللي فيه هما عبارة عن متاهة من المكعبات وفيها مخرج واحد. ولا قدروا يمشيو في المكعبات الصحيحة يقدروا يخرجوا من هذه المتاهة. قرروا ينفذوا فكرة رين وياخذوا صبابطهم ويختبروا بها الغرف قبل ما يدخلوا لها. طريقهم باش يخرجوا ليفن لاحظات أن كل باب كاين رمز فيه 9 أرقام، خمنوا أنه رقم غرفة ولا مكعب، لكن كان رقم كبير وهذا ما دل فإنه يدل على المتاهة اللي فيها هما عبارة عن أكثر من 400 مليون غرفة على شكل مكعب. تمنات هيلين أن تخمينهم يكون غلط حيث ما يقدروش يعيشوا بلا أكل وشرب أكثر من 3 أيام، وهذه المدة ما كافية باش يكتشفوا جميع المكعبات. اكتشفوا أن رين عنده حيلة ذكية وهي مص الصدفة ديالو باش يحتفظ بالتفال ديالو وما يجيش العطش والجوع، وقرروا يعاندوه ويديروا بحاله. في نفس الوقت مشاو لمكعب آخر لحوا فيها الصباط ولكن ما طرا والو. رين رفض يخليهم يدخلوا، قال لهم أن الغرفة هواء اللي فيها ناشف وأن الداخل ديالها فيه مستشعر حركة كيميائي يكتشف أجسام كائنات حية. عجب الحضور من ذكاء رين وعرفوا أنه كان مجرم محترف فات ليه هرب من السجن 6 مرات باستخدام الذكاء ديالو. طمئنوا ب4 بهم أنهم في أمان وهما مع رين. قال لهم أنه محتاج صبابطهم وهو كيتكلم معاهم. نقز في غرفة وفجأة رشات عليه مادة سامة حارقة. حاولوا ينقذوه لكن الجسم ديالو بدا يتاكل، في الاخير مات. جات لحظه تصدموا وترعبوا من اللي كيحصل. استنتجوا ان اللي حاط الفخاخ في هذه المكعبات اذكى منهم وكان جاهم ب4 بهم الياس والملل، فلا بد منهم يعرفوا السبب علاش هما هنا. كوينتون كان متاكد ان كل شخص عنده شي خبره في شي حاجه وكان لازم منهم يتعاونوا باش يخرجوا من المتاهه. كان عرف انه شرطي وعنده شي حاجه كتميزه. عرف هيلين انها دكتوره تقدر تنقذ اي حد فيهم. كان باغي يعرف موهبه ليفن، قالت لي انها مجرد بنت عاديه ما عندهاش موهبه. ديفيد حتى هو قال لهم انه موظف عادي وما عندوش شي تجربه في الموهبه. عرفوا ان كل حوايجهم ثمينه ما عندهمش باستثناء نظاره ليفن. استنتج كوينتون ان ليفن تقدر تنقذهم، وهذه الارقام اللي في الغرف المكعبه عندها علاقه بالمخرج الاخير. طلب من ليفن تلقى لهم الحل. اكتشفت ليفن ان كاع الغرف ما فيهاش افخاخ كانت باعداد مزدوجه، وهنا عرفنا ان موهبه ليفن هي الرياضيات والحسابات المعقده. باش يتاكدوا من كلامها رموا صبابطهم في غرفه برقم مزدوج. اكتشفوا ان غرفه ما فيهاش فخ، ومن ثم اعتمدوا على ليفن بداو يتنقلوا ما بين المكعبات، لكن ليفن كان خاص الوقت بزاف باش تعرف واش الرقم مزدوج ولا لا. كوينتون حاول يستغل هذا الوقت يقشب معاهم. قال لهم انه اب وعنده 3 اولاد مرته مطلقه منه. في نفس الوقت لاحظ ان ديفيد ما بغاش يتعاون معاهم، بدا يشك فيه كوينتون. في لحظه وصلوا غرفه اخرى وعرفوا من الارقام مخارج اخرى ان غرفه مفخخه، كان لابد منهم يشوفوا الرقم الغرفه اللي في السقف. كوينتون خدم القوه ديالو باش يطلع يشوفها، غير حل باب السقف وفجاه طاح عليهم ولد سميتو كازان من ذوي الاحتياجات الخاصه. حسوا انه غادي يكون غير زايد عليهم، بغاو يتخلاو عليه، لكن هنا عاملات معاه بكل هدوء باش يوافق ويسمع كلامها. وصلوا غرفه اخرى ونقز فيها كوينتون،
لكن فجأة لاحظ فيها شي حاجة واكتشف أنه غرفة مفخخة وتحبس فيها، لكن خدم عقله وخرج من الفخ. للأسف صاب برجليه وجات هيلين ربطات ليه الجرح باش يكملوا الطريق. كازان كان دخل عمل صوتهم وبدا يغوت ويبكي وانت متعصب وما عجبوش الحال وقال لهم سكتوا علينا دخينا. كان في مكعب آخر مشى عند ديفيد باش يكالميه وانت استغل فرصة غياب ديفيد تكلم مع العيالات اللي معاه. قال لهم أنه شك في ديفيد حيت ساكت ديما. قال مع راسو أنه يقدر يكون جاسوس وعنده علاقة بهذا السجن وأنه سايق في هضرته حيت هو كيعرف يقرا لغة الجسد. لكن العيالات ما تاقوش في كوينتن. في نفس الوقت رجع ديفيد ومعاه كازان بعد ما قدر يدنو. سنجوا بربعة بهم أن موضوع الأرقام معقد أكثر مما هما كيتخيلوا. في نفس الوقت ديفيد وكوينتن بداو يتناقروا بيناتهم. كوينتن امر ديفيد باش ينقز في الغرفه اللي حداه. ديفيد رفض ينقز فيها وهذا الشيء خلى كوينتن يشك فيه بزاف. زاد قال ديفيد ان كاع المحاولات غادي يفشلوا حيت اصلا ما كاينش طريقه باش يخرجوا. سنجوا بربعة بهم انه تيعرف شي حاجه مبغاش يتكلم معاهم فيها. ديفيد قرر يعترف لهم انه كان احد المهندسين اللي ساهموا في بناء مكعبات سجنيه لكن كانوا حابسينه في مكتب بوحده باش ما يعرف حتى حاجه على هذا المشروع. زاد قال لهم انه اصلا ما عرفش شكون مول هذا السجن وكان غير كينفذ الاوامر وساكت. فجاه كوينتن تعصب عليه وبدا يضرب فيه لكن هيلين وقفاته قالت لهم انه الوحيد اللي كيعرف المكان اكثر منا قدر يفيدنا في الخروج. بدات ليفن تهضر مع ديفيد سولاتو على طول وعرض المكعب من الخارج عن طريق معرفتها تقدر تحدد عدد الغرف. استنتجت ان كل رقم ديال كل مكعب عباره عن احداثيات قدروا يعرفوا فين هما في المكعب الكبير. قدرت تعرف على انهم على بعد 7 غرف من حافه السجن. كان ضروري يتبعوا الاحداثيات وكوينتن باغي من ديفيد هو الاول يدخل الغرفه حيت ما عندهمش منه الفائده الا مات ما غاديش يخسروا شي حاجه. هنا رفضات وقالت لهم خاصنا نديروا النوبه وصلوا لغرفه اخرى. كانت ليفن مستغربه من الاحداثيات ديالها حيت الارقام كتقول انها خارج المكعب اصلا. دخلوا الغرفه اكتشفوا ان كل الغرف اللي حولهم مفخخه وبداو يقلبوا على اسهل فخ فيهم او فخ كيخدم بالصوت. قال لهم كوينتن انه خايف من كازان لا يدير الصوت وقرروا انه يحبسوا في الغرفه اللي حداهم لكن هنا رفضات وخلوه بوحده. قالوا لكازان خطوره يعمل الصوت وامروه باش ما يهضرش. بداو يدوزوا من الفخ واحد بواحد. جات نوبه كوينتن باش يدوز وفجاه كازان ضحك بالغرض. سبابو كان كوينتن على بونت غادي يموت لكن هرب من الفخ في اخر لحظه. كوينتن سعر وبغى يضرب كازان. في نفس الوقت هيلين تدخلات باش تدافع على كازان. بداو يتغاوتوا بيناتهم. شافوا ان كوينتن راجل عصبي وما يقدرش يضبط الاعصاب ديالو. استفزاتو هيلين قالت ليه مراتك عندها الصح ملي تلقات منك. عصب كوينتن هضرتها وضربها بالترفيقه. في نفس الوقت ديفيد فتح الباب من غرفه المكعب. اكتشفوا انهم وصلوا لحافه المبنى لكن كان على ارتفاع عالي وما كاينش شي وسيله باش ينزلوا فيها. قالوا لهيلين انها خاصها تنزل. كل واحد فيهم حيد حوايجه وربطوهم على شكل حبل طويل. شدات فيه هيلين وخرجت تستكشف الغرفه واخرين شادين طرف من الحبل باش يشدوها لا تطيح. بدات هيلين تستكشف بشويه لكن فجاه الحبل تفلت من يديهم وكانت هيلين على بون تطيح. لكن حسن الحظ وين شد في الحبل في اخر لحظه وبقى شاد يد هيلين ولكن قرر يطلقها وتموت. اصحابه انه ما قدرش يشدها وهو كيمثل عليهم على انه مصدوم. السبب اللي حصل ليفن عيات وقالت لهم انها ما تقدرش تفكر مزيان. قرر كوينتن انهم ينعسوا شويه وهما ناعسين كانت الغرفه كتحرك من بلاصتها لكن ما كانوش كيحسوا بشي حاجه. طاقت ليفن واكتشفت انها تحولات من الغرفه اللي كانت فيها بسبب كوينتن اللي حولها. كان باغي منها يلقاو الحل غير بيناتهم. زاد قال انهم كيعطلوا فينا. شاف مخرج حاول يتحرش بها ولكن ليفن دبزت معاه ورفضت تخلي على الفريق اللي معاه. في نفس الوقت استطاع ديفيد وكازان يدخلوا غرفه كاينه ليفن. ديفيد كان باغي يتحدى كوينتن وقال لهم كوينتن ان هيلين ملي فاتت الخطوط الحمراء ديالي ماتت ونعرفوا انه هو اللي قتلها. كانت صدمه حيت تفاجئوا بدا كوينتن يتعدى على ديفيد. فجاه فتح الباب ورماو فيه ديفيد لكن استغربوا ملي لقاو ديفيد كيضحك. دخلوا عنده ولقاو جوج تاترين. استغربوا حيت خلاو جوج تاترين في غرفه بعيده عليهم بزاف ونعرفوا ان غرفه كتتحرك من بلاصه وهذا هو سبب الصوت اللي كيسمعوه. بدات ليفن تركز في الارقام. اكتشفت ان الارقام ماشي غير كتوريهم فين هما في المكعب لكن كتوريهم فين كيتحركوا وامتى يقدروا يوصلوا لحافه المكعب. لكن كانت مساله معقده تحتاج الوقت. قرات الغرفه اللي قبلها اللي كانت كتدل على ان الاحداثيه ديالها كانت خارج المكعب. عرفوا انها عباره عن جسر الا قدروا يوصلوا ليها خاصهم يستناو حتى تكمل الدوره. قرروا يقلبوا على هذه الغرفه قبل ما تعاود تعازلها مره اخرى. بدات ليفن تخدم عقلها. اكتشفت ان الغرفه اللي فيها فخ ما كتكونش من ارقام اوليه ولكن كتكون من اسس ارقام اوليه. كانت المشكل ان الارقام صعبه بزاف كتحتاج وقت طويل باش يقدروا يحددوا واش فيها فخ ولا لا. فجاه كازان بدا يضرب بحال شي هبيل وهو كيحسب الارقام بسهوله. هنا اكتشفوا ان كازان عبقري في الرياضيات رغم الاعاقه الذهنيه اللي عليه. لو كان تخلاو عليه ما كانوش يقدروا يخرجوا من المتاهه اللي فيها هما. قدر يعاونهم باش يخرجوا. في نفس الوقت هما كيتنقلوا ما بين الغرف. حاول ديفيد يسد على كوينتن باش يتهنوا منه لكن كوينتن عاق فيهم فلت منهم وكان باغي ينتقم من ديفيد لكن ديفيد كان عامل ليه فخ قدر يطيح فيه كوينتن ومات. فرحوا بثلاثه بهم انهم قدروا يتهنوا منه ورجعوا يقلبوا على غرفه الجسر. وصلوا لواحد الغرفه ولقات ليفن طرف من الزجاج النظاره ديالها. عرفت ان هذه هي الغرفه اللي بداو منها وعلى حساب الرياضيات اللي دارت قالت لهم غرفه واحده وصلوا لجسر الحريه. وفعلا وصلوا لجسر الحريه وفتحوا باب ديالها
ضوء الشمس قدامهم، استنتجوا ان خطتهم نجحت وفرحوا. لكن ديفيد رفض يخرج، قال لهم انه ما عندوش شي سبب نخرج للعالم اللي عامر بالمعاناه والتفريه ديال البشر. فجاه نيفن طعنات من ظهره ومات. اكتشفوا ان كوينتون هو اللي قتلها، صدموا ملي عرفوا انه مازال عايش. من بعد قرب لديفيد وطعنو حتى هو، وكان كازان مرعوب من اللي كيحصل. قدر يمشي باتجاه الضوء الابيض، حاول كوينتون يخرج معاه لكن الباب تسد على كوينتون، قسموا على جوج ومات. وهنا كان كازان هو الوحيد اللي استطاع يحل اللغز وخرج سالم من سجن المكعبات.